سلام حبيبي كامي فرانك اخوتي كاع اللي تبغوا شباب ورده شغلوماتي. سمعت هذاك اللي كان يقودني ويروح الكباريات ويتنقل على الناس وحاسب روحه حيه كبيره ياكو. بون هذاك خوتي غادي نحكي لكم شكاين بالتفاصيل، ما نكذب ما نزيد. هذاك انا كملت معاه وانا شريت له البيي وانا لم يتلقى الشهر. يا شباب ورده شارلمانتي وبعدما طلقت زوجها وخرج في لايف وتكلم، ها هي الآن ترد عليه. اللي انا شريته له وخليته يروح لوسيس براس وليداتي والمصحف الكريم غير انا خليته يروح عليه. قلت له نوض تخدم شي قدي انا واقفه في الكباريات، نوض تخدم خويا بنادم راه يكبر وليداتي راهم يكبروا. ما بغاش يخدم، قال لي الحانوت تاع ولدك نخدم فيه، قال لي لا، قال لي لا تعطوني النص بالنص. شارلمانتي صرحت باللايف بأنه لا يريد العمل في محل ابنها ولكن يريد النصف من الأرباح. تاع النص بالنص ليا ما خلص لي زامبو ما خلص النيت ما خلص نو خويا اسمح لي ديزولي نعطوك إباغ واه صافي باش نقعد نعطي كاع الدراهم. انا ما نعطيش كاع الدراهم، انا ما نصرفش على الرجال. انا معروفه متزوجه سابقا باللي انا نبغي الراجل يخدم، نبغي الراجل يزيد فيا. الا بغا قال لي الهولا شكا رايح لي بلا لا تبان اخويا معليش. شارلمانتي صرحت بأنه لم يكن يعمل أبدا وهي من كانت تعطيه مصروفه. مين راك تهضر تاع ربي بعدك 9 سنين وانت معايا؟ قلت لهم ما يديت لك وعطيك تروح تجي فرنسا كل يوم، هو هذوك وعطيك ما فهمتش، هاو تروح بكرعيك وتجيب كرعيك. راك فاهمني؟ الزوجه تجري مور الشيعه تقول لهم بروجي تاعش بروجي، العالم كاع يعرف اللي تدوروا ما عندكش تاعش بروجي. وكي انا كنت نلبسك ونوكلك ونعطيك الدراهم. عليكم فيما قالته وردة شارلمانتي عن طليقها الخامس.